Hmm. ايوه، انت دلوقتي بتسمع بودكاست جد جدي، ويلا بينا نبدأ. يا مساء او صباح الخير عليك يلي بتسمع البودكاست دلوقتي. ده بودكاست جد جدي ومعاك كريم علام وعبد الرحمن الشاعر. يلا بينا. ازيك يا علام؟ ازيك يا شاهين، عامل ايه؟ الحمد لله. والله يعني اللحظة دي بالنسبة لي منتظرها بقالي سنة بقالك ونص. كتير مستني اللحظة دي يعني انا عارف ان انت دلوقتي كواحد لسه فاتح السبوتيفاي مثلا ولا بوديو، وسامع اتنين بيتكلموا من غير ما يبدأوا ولا اي حاجة كده. بس حبينا الاول ان انت النقطة دي عشان يبقى حاجة تحسسك ان انت معانا شوية. انت واحنا قاعدين مع بعض في الحتة اللي تحبها، سواء قاعد على قهوة، قاعد في كافيه، قاعد في اوضتك حتى، واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم. الموضوع مش سكريبتد، الموضوع بنحكي مع بعض. بالظبط بالظبط. ده بودكاست جد جدي. اهلا بيك، ودي الحلقة رقم صفر. عارف إيه؟ يعني الحلقة رقم صفر هي حلقة البداية يعني. اندكس الري هي حلقة البداية عموما. الحلقة دي احنا حرفيا مش هندخل فيها في المحتوى قوي، ولكن هي هتبقى، عارف انت القواعد اللي بتبقى في بداية اللعبة اللي احنا بنعملها سكيب دي. هي المفروض هتبقى دي تعمل، هي دي الحلقة دي، بس احنا مش عايزين نعملها سكيب. الكلام المكتوب قبل ما تفتح الباب وتخش. بالظبط، هي دي كده. فالطبيعي جدا ان انت هتلاقيك بتسأل نفسك دلوقتي، يعني ايه اصلا جد جدي؟ ايه الاسم ده؟ بص، هو جد جدي بما انه بودكاست تاريخي، ف فمين اللي يحكي التاريخ؟ حد عصر التاريخ. جدي. صح. بس احنا بما اننا هنتكلم عن تاريخ قديم شويه، فمش هينفع جدي اللي بقاله 80 سنه هو اللي يحكي. هنتكلم عن حاجه من 1000 1400 سنه ممكن اكتر. فعشان كده جد جدي هو اللي يحكي. وبما ان احنا بنقول جد جدي، فعايزك كده تتخيل او تتوقع ان البودكاست ده هيبقى حكاوي، فعليا حكاوي. فاكر كده جدو او تيتا لو لسه عايشين ربنا يخليهم لك، لو ماتوا فربنا يرحمهم. الله وهم قاعدين كده جايبينك وقاعدينك في الشمس على السرير ولا في البلكونه، وقاعدين بيقشروا لك التفاح، وعمال بيحكي لك بقى: ده انا زمان لما جيت اتجوز عملت كذا وكذا وكذا، وانا زمان كان المرتب كنت بروح بالجنيه ده اشتري خروفين ثلاثه وابني عماره ب 10 جنيه، وعلشان ما فوتش حفله ام كلثوم فرحت بعت الارض. وانت دلوقتي من غير ارض. فهي نفس الفكره، هي عباره عن حكاوي. وزي ما احنا قلنا بما انها حكاوي فلازم جد جدي هو اللي يحكيها. اما احنا بقى هنتكلم عن ايه؟ ف... ف... احنا في الغالب هنتكلم عن شوية مواضيع في التاريخ او نقط في التاريخ حابين نتكلم عليها انا مش حابب اسميها وندي نقط او مواضيع، انا حابب اسميها حكايه. احنا هنتكلم عن حكاية. حكايات التاريخ. حلو. بس هل ان احنا نتكلم عن حكايات التاريخ كله؟ آه، هو الفكرة إن كلمة تاريخ في حد ذاتها مقصود بها إيه؟ كل البشر اللي عاشوا قبليك. امم. فمصطلح التاريخ أو كلمة التاريخ عندنا أصلا مفهومها مش كلنا زي بعض، كل امم. واحد عنده مفهومه وتعريفه للتاريخ. لو قلت لك حد قديم أو حد بتاع زمان، واحد هيجي في دماغه إنه الخمسينات أو الستينات، واحد هيجي في دماغه لا مثلا من إيه 1800 ولسه الثورة الصناعية، حد هيجي قبليه لا قبل كده بشوية، حد هيجي قبليه لا الإنسان البدائي، وحد عايش في كهف وبينزل يزرع ومش عارف إيه. فواسعة قوي في الموضوع ده. بص، هو انا هدفي الصراحه، هو انا حابب انها يعني هدفنا من البودكاست اصلا ان احنا نتكلم عن تاريخنا احنا. احنا مين؟ احنا العرب. العرب. طب ليه؟ هقول لك على حاجه. يعني انت دلوقتي لو سالتك عن الحرب العالميه الثانيه مثلا، هيبقى عندك معلومه او معلومتين. عارف ان فيها هتلر مثلا. شفت فيلم، شفت. قريت حاجة، حد بالظبط. اتكلم اتفرجت عنها. على اوبنهايمر مثلا، وعرفت بقى تاريخ القنبله ومش عارف مم. ايه، وعملت كذا وكذا وكذا وكذا. بس لو جيت سالتك مثلا عن داحس والغبراء، أول مرة تسمع الكلمة أصلا. فاهم؟ لو جيت سالتك عن حرب البسوس مثلا، لو جيت سالتك عن معركه النهاوند مثلا، او معركه اجنادين، احنا ما نعرفش حاجه عنها. كل اللي احنا عارفينه عن التاريخ جاي من حصه التاريخ بتاعت ثالثه اعدادي، اللي انت ما كنتش بتحضرها او كنت بتحفظها علشان تخش بيها الامتحان. واللي ما كانتش تاريخ قوي برضه، طريقة طرح حرفيا. وطريقة بالظبط، انت انت كل بتحفظ اللي انت الحاجة فاكره. عشان تحطها. بالظبط، الدوله دي وقعت ليه؟ بسبب اضمحلال ضعف حكام زيادة ضعف نفوذ حكام حكام الاقاليم. الأقاليم وضعف الحكام. أيوة. وضعف حكام الاقاليم وخلصت. انما فعليا احنا ثلاث ارباع التاريخ ما نعرفش. وفكره كمان ان انا عايزك كده تتخيل معايا
ماشي، عارف طبعا سيف الدين قطز مم. واسلامه وجهاد وسلامه ونهينا يا سلامه، آه. وبيبرس صاحبه ورفيقه. تخيل بقى ان هم مثلا ما عندهم المعركه اللي هي بتاعت المغول الصبح وعين جالوت الصبح. تخيل مثلا ان هم قاعدين على القهوه بالليل وقاعدين بيشربوا وبيضحكوا وبيكهكهوا، وممكن واحد فيهم يكون بيشرب شيشه مثلا ونزل لي الحجر هنا ونزل لي قهوه. انت قادر تتخيل الكلام ده؟ لا، ما فكرتش فيها قبل كده. طب ماشي، لو قلت لك مثلا ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا قاعدين في حته بيهزروا مع بعض، ازاي تتكلم عن الصحابه كده؟ صح؟ نفس الموضوع، يعني ايه؟ ما ما فكرتش في فيش. الشخص ده في الحالة دي. أنا دايما شخصيتك التاريخية اللي هو الشخصية التاريخية إيه، عمل حرب، شارك في حاجة، عمل حاجة، ما بتبصش على بقية نواحي حياته أو كان عايش إزاي أو هو بالظبط. عامل إزاي أصلا. وكمان بتيجي كمان مع الناس الكبيره في السن شويه، لما تيجي مثلا تتكلم عن عبد الناصر. ده عبد الناصر مثلا، كتير عبد الناصر كان بيلعب، عبد الناصر ده ما بيلعبش، عبد الناصر ده اسطوره، وهكذا. فهي فكره التاريخ بالنسبه لنا ان الشخصيه دي شخصيه عظيمه جدا، لدرجه ان احنا مش متوقعين انها كانت بشر. بالظبط. يعني مش متوقعين انها كانت بتضحك، كانت بتهزر، كانت بتعيط، كانت بتكتئب، كانت بتاكل محشي مثلا. مش متخيلين الكلام ده. ماسك حياته كحاكم، كقائد، كعمل الحاجة اللي عملها دي، بس بقية حياته مش فارقة معايا ولا مهم هو عمل إيه ولا كان إيه. بالظبط. وده انا حاسه اكتر من الحاجات اللي احنا خدناها في المدرسه، او الحاجات اللي احنا درسناها في التاريخ. الجزء الصغير اللي احنا درسناه في التاريخ فعليا. انت كنت اللي بتدرسه ايه عن التاريخ، عن الشخصيه الفلانيه، شخصيه قطز مثلا؟ بندرس ايه؟ اسمه، عمل كذا عمل وراح كذا، كذا وبتاع. وكل انجازاته 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 انجازاته، الخسارات اللي خسرها لو هو وحش، الشرير مثلا اللي كان بيقابله، وخلص. ومشكلة تانية في التاريخ عندنا إن هو بيقص الشخصية على الفترة اللي كان فيها في مصر. أنا ما أعرفش بالظبط. صلاح الدين غير ده دخل عمل كده في مصر، بعد كده بالظبط. مشي. طب بالظبط هو كان عمل يعني إيه قبل كده؟ فعليا ولا والله. انت لو مولود فين ولا جه منين ولا ناس انا كتير كنت ممكن تبقى فاكرة متخيل، مصري أصلا. انا كنت متخيل ان قطز مصري في بالظبط. الاول، اللي هو ما ايه ده؟ مم. يعني ايه قطز مش مصري؟ امال حرر مصر ليه؟ فهي الفكره ان انت فعليا في الشخصيات التاريخيه، احنا كل الفكره بتاعتنا عننا انها شخصيه عظيمه، ما ينفعش تغلط، ما ينفعش تبقى غلط، ما ينفعش تبقى عندها راي مخالف للطبيعي، ما ينفعش تضحك، ما ينفعش تهزر. طب هتقولي طب خلاص، ما في افلام بقى ومسلسلات. الافلام والمسلسلات اغلب اللي هتبص عليها تلاقيه مركز لك على قصه الدراما والحب. ده لو وثائقي، لو وثائقي لحد الا لو ما. وثائقي. بس انت عمرك شفت فيلم وثائقي عربي؟ قليل قوي. لا، قليل أوي فعلا قليل صح. قوي يعني. مم. فعليا بص على الحرب العالميه الثانيه، ليها كام دوكيومنتري؟ كتير كتير جدا. كتير. اي حادثه تاريخيه، مع ان احنا عندنا برضو، يعني احنا عندنا احداث، عندنا احداث كتير، وكل حاجه صغيره يطلع منها قصه. يعني الناس زمان لما كانت بتعمل مسلسلات تاريخيه ما كانتش ملاحقه من كتر الاحداث. صح. كان بيروح مقصر لك يقول لك ايه، احنا هنتكلم في الفتره دي بس وفي مم. الحقبه دي بس. يعني يوم ما عملوا زمان كانت الدوله بتعمل مسلسلات تاريخيه كل رمضان ودينيه. فعملوا مره ابو حنيفه، كان 40 حلقه، وبرضه ما اتكلموش عن كل حاجه عملها ابو حنيفه. كان عملوا قبل بعديها عصر الائمه، برضه ما اتكلموش عن كل حاجه. يعني اتكلموا عن الفتره اللي كان فيها الثلاث ائمه موجودين مع بعض، اللي مم. هم مالك مالك ابن انس والشافعي واحمد بن حنبل. كل دول كانوا في فتره ما كانوا مع بعض. فاتكلموا عن الفتره دي، وبرضه ما اتكلموش عن كل حاجه. فانت عندك احداث كتير، ليه احنا ما بنعملش الكلام ده؟ يعني ليه ما تعملش طب ما دوكيومنتري ده ليه؟ ياخدنا لسؤال تاني. هو أصلا التاريخ ده إحنا بنجيبه منين أو بنجيبه إزاي؟ يعني انت دلوقتي شخص عايز تعرف اكتر مثلا عن قطز على سبيل مم. المثال، هعرف عنه منين او التاريخ ده هقراه ازاي؟ زمان ولا دلوقتي؟ أكيد دلوقتي. يعني دلوقتي. دلوقتي المفروض هبص له ازاي، وزمان هو اتسجل ازاي؟ بص، انا رغم للاسف اللي انا هقوله، بس احنا فعليا ما بقيناش نقرا. فلو انت عايز قطز، او انت شخص عادي زي وزيك قاعدين كده، فعايزين نعرف عن قطز، ندخل نبحث عن جوجل، اول كلمتين هتيجي عن ويكيبيديا وخلاص. مم. مش هنهتم ان احنا نعرف الباقي. لا، ده انا مهتم قوي. هبص وانا ببحث على جوجل لقيت فيلم القطز، اتفرج على الفيلم وتبقى مرجعيتي هي الفيلم ده. زمان كان الموضوع مختلف شويه، ما كانش فيه جوجل، او حتى لما كان فيه، بس انت كنت لما هتيجي تدور على قطز بتروح لحاجه اسمها امهات الكتب. امهات الكتب دي كتاب فهرس، يقول لك الكتب اللي بتتكلم في المجال اللي انت عايزه فيه، وتبدا بقى تدور على الكتب دي، وتروح للمكتبات وتمسك الكتاب بعد ما تقراه وتروح تشوف، والكتاب يبقى نسخه كبيره فتضطر ان انت تقعد في المكتبه وتقدر تقرا عنه. انما لو بتتكلم بقى عن التاريخ نفسه او الكلام اللي مكتوب في الكتب جالنا منين، فاعتقد ان هو جالنا بكذا حاجه. اما المؤرخ نفسه كان بيكتب، اما ان جالنا عن طريق الحكايات والقصص الادبيه اللي موجوده،
يعني ده سؤال حلو. هل في شغلانه كانت موجوده زمان او موجوده دلوقتي او موجوده عند الرسول اسمه المؤرخ، شخص شغلانته كلها ان هو بيكتب التاريخ من وجهه نظره ولا من وجهه نظر المفروض، حياديه لا هو ولا المفروض ان بيكتب من وجهة نظر حيادية، بس خلينا متفقين ان مفيش مفيش حاجة حاجه في اسمها الكون اسمها حياديه؟ حيادية. دي حقيقه. يعني مهما كان فهو اللي بيكتب ده بشر، اكيد كان ليه اهواء اكيد، حتى لو المنتصر هو اللي بيكتب التاريخ. يعني معلش، يعني احنا لما بنيجي نسمع عن البتاع فبتلاقي فيه تهويل. يعني مثلا لو هتلاقي في فترة ما كان منتشرة فكرة اسمها الشعوبية. يعني ايه الشعوبية؟ يعني ده في بداية العصر العباسي لما بدأ الدنيا تفتح على بعضها، وبدأ يبقى فيه عنصر أجنبي داخل الإسلام وبقى معاك في بلاد المسلمين. فالعربي بطبيعته بيحب الفخر، مم. ماشي. فكان في بداية حركة كده من الحكام إن بدأوا يولوا الأجانب، ماشي، والفرنجة زي ما بيقولوا، بدأوا يولوهم المناصب. فكان في حركة من العلماء يقول لك إيه، حاول إن أنت تحافظ على التاريخ بتاعك، على التاريخ العربي، التاريخ إن أنت ما تحولوش للسان أجنبي أو تحوله للسان غربي، أو فاهم، كلغه يعني. كلغه وكثقافه مم. واصله. فكان الحركه دي بقى خدوها ناس وشوهوها، وبدا ان اللسان العربي يقول لك ان، عارف انت الجنس الآري والساميه بدات تحصل بشكل ما، فيقول لك ان الجنس العربي احسن جنس في العالم. ليه؟ علشان فيه الرسول، مم. ماشي. وبدا بقى ياخد من ده، وتحطت بقى قصص وروايات وامثال واحاديث مكذوبه عن ساميه العرق العربي. وكان في حديث، كان في احد باشمهندس ايمن الرحيم كان بيتريق عليها، فكره ان فضل تزوج العربيه عن باقي عن مم. باقي الزوجات، انت لو تزوجها عربيه تعيش عيشه هنيه، نفس الفكره. فكان بقى ليه كمان اتجاه محايد مضاده. مضاد ليه، مم. اللي هو بقى يعني ايه ده، انتوا لا ده انتوا العرب دول اسفل جنس وازبل جنس وحقير والكلام ده، دي هو الشعوبيه. دايما بتحصل كده لما حد ياخد الحاجه الاكستريم او لاقصى الناحيه اليمين، لازم يطلع الشخص اللي ياخدها لاقصى الناحيه بالظبط الشمال. بالظبط. مفيش حاجه في الدنيا تاخدها فانت لو يمين بصيت وتبقى برضو حلوه. على بقى الاشعار اللي اتكتبت في الفتره دي، هتلاقي ده انت العربي ده جامد، والعربي ده لو حط ايده في مم. الحيطه يطلعها من الناحيه التانيه. في المقابل هتلاقي اشعار تانيه اللي هي ضد الموضوع ده، هتلاقي لا ده انت العربي ده ملوش اي لازمه، وان العربي ده خواف، وان العربي ده خوار ملوش اي 30 لازمه. وهتضيع وقت من هنا ومن هنا في حاجه ملهاش لازمه في كده بالظبط صدقني. بالظبط. فهي فكره ان، مش عارف، بس انا ما بحسش ان فيها مؤرخ بيبقى محايد 100%. عشان كده لما بحب اجي اقرا تاريخ مثلا، بحب اقرا من كذا مصدر، اشوف في اكيد في هيتفقوا في حاجه، اللي هيتفقوا فيها يبقى خلاص كده غالبا تمام. غالبا بعد ده غالبا كله تبقى صح. هي صح. بالظبط، طالما مش نازل فيها قران ومش نازل فيها حديث. مم. لو فيها قران او فيها حديث خلاص، انا معايا الاصل. صح. موصلك. ف... فهي دي رأيي عن التاريخ بشكل عام، و... وفكرة كتابة التاريخ. انت بقى جاي البودكاست ليه؟ انت يعني الفكرة احكيها باختصار. الفكرة ان انا كنت بفكر في البودكاست ده بشكل بقالي سنة ونص، تمام. من سنة ونص اللي عارفيني برضو او المقربين مني كانوا كل شوية انا ببدأ وعملنا الديزاينز وكتبنا وجهزنا الحلقات. مرة بقى الهارد اتحرق والحلقات اللي بتسجلها، مره الست بتاعت المايك بتاعتي باظت مثلا، مره مش عارف ايه. مره لقيت ان انا فعليا انا عارف معلومات، بس انا حاسس ان انا لقيت مصدر جديد، لقيت كتاب جديد بيتكلم عن النقطه دي، طب ما اقراه الاول وبعدين اسجل. مم. فكره الخوف ذات نفسها من ان انت تقول حاجه وتطلع مش صح. مرحلة انا لسه ما بداتش، طول ما انت اه بتكتشف اه لا انا اه ممكن احسن ممكن احسن. بالظبط. فده اللي اخرني في موضوع البودكاست. انت بقى جاي. كل الموضوع ان الشاعر كان كلمني قال لي انا بحاول اعمل كذا كذا كذا، بس في نفس الوقت لما سجلتها لوحدي او لما اشتغلت لوحدي لقيت الموضوع مش ألذ حاجه. الموضوع احسن ان هو يبقى لا مجموعه من الناس، الكلام رايح جاي او حد بتناقش معاه وكده. فهو اول ما قال لي الصراحه انا قلت له انا معاك تمام، ايه الموضوع، ونبدا ونسجل ونشوف على طول. طب هل انت اصلا مهتم بالتاريخ؟ زمان وانا صغير ما كنتش مهتم بيه، مم. بس في مرحله معينه اقول كده ثانوي بدأت أهتم أكتر بالنواحي الأدبية للحاجة، اللي هو بدأت أبص على إن لا مثلا علم النفس حاجة مهمة، التاريخ حاجة مهمة، المواد دي حاجات مهمة وأنت لازم تقرا الكلام ده، والكلام ده مهم ولازم تبقى عارفه. بالإضافة لحتة إن أنا بقيت أبص لا ما التاريخ حلو أو التاريخ كبير أو التاريخ مفيد أكتر بره المدرسة. لحد مم. تالتة إعدادي أنت كل اللي خدته في المدرسة أنا شايف إن هو ملوش لازمة أو ما أضافش حاجة، أو أنا ما اتعلمتش منه دروس أو ما فهمتش منه قيم أو ما فهمتش منه، طب أنا استفدت إيه بكل ده؟
انت اللي اديتهولي في سته ابتدائي لحد ما اديتهولي هو في ثالثه اعدادي تاني، بس كبير شوية. لكن وحتى الكبير شويه ده انا ما تعمقتش في حاجه. يعني انت مثلا مسكتليش فتره زمنيه او حقبه زمنيه في مصر وقلت لي انا عرفت تفاصيلها او انا عارف الموضوع دلوقتي او الدنيا كانت ماشيه ازاي. حصل الموضوع ده امتى؟ لما سافرت امريكا، قعدت حضرت سنه بره، كان اجباري تاخد ماده التاريخ هناك. مم. وانا كنت في يعني فصل اعلى شويه في التاريخ، فالماده الصراحه مع ان تاريخ امريكا اقصر بكتير من تاريخ مصر، كتابهم 500 صفحه. شكل الكتاب يخض، مم. 500 صفحه، كتاب كبير كده كانه مرجع. وانت كتاب الدراسات عندنا الدراسات كلها جغرافيا وتاريخ كان 80 صفحه بالاسئله بالتدريبات بتاع، لا ده شرح بس 500 صفحه. مم. الاحلى من كده كان طريقه التدريس. مم. المدرس هناك كان بيعمل جو جامد جدا، اللي هو انت داخل طب هو مشغل على البروجيكتور مثلا صوره، ولا مديك جو، ولا مشغل موسيقى، ولا مشغل ستايل، عشان احنا نتكلم على فتره معينه، على حدث معين، على حاجه معينه. نشوف فيلم، نشوف وثائقي، نقرا في كتاب، نسمع مثلا رسائل، جزء مثلا بتاع حاجه مثلا انت بتتكلم مثلا عن تاسيس امريكا. طب هناخد الموضوع من كذا حد وكذا موضوع، والموضوع حصل ايه، طب من وجهه نظر السكان الهنود الحمر اللي هم سكان امريكا نفسهم ايه اللي حصل، من وجهه نظر الاوروبيين ايه اللي حصل، ايه الدنيا. طب دلوقتي الناس رايها ايه في الموضوع، وامريكا بلد نهضه فيها من كل الجنسيات وفيها من كل الناس، فانت غير اللي الكلام ده انت بيحصل. كنت بتدرسه وانت عندك كام سنة؟ تانية يعني ثانوي. يعني السكان اللي معاك اللي من دولة أمريكا مم. بيدرسوها وعندهم كام سنة؟ الدرس التاريخ ده بيتاخد وانت في اللي هو تانية واولى ثانوي عندنا، اللي هو جريد 10 و11. هم يعني عندهم فعليا صفر قول 11 15 سنة مثلا. تقريبا. طب وبيبقى قادر بقى يستوعب الكلام ده؟ بترجع على هو بيدرسه ازاي. مم. يعني انت لو هتتكلم كده، طب ما انت بتدي التاريخ عندنا للطفل وهو اقل من كده، بس هو انت بتديهوله على هيئه فقرات، انت بتديله تك حاجات تك تك بتتحفظ حاجات مثلا. ورا بعض. طب لا، انا اديتهولك ايه الموقف التاريخي، هنتكلم مثلا عن بدايه الحرب العالميه مثلا، او هنتكلم عن تاسيس امريكا، او هنتكلم عن الحرب الاهليه. هنمسك الموضوع الحلو في حته ايه، طب انت الحاجه زمان كانت الناس بتقول ايه ودلوقتي بيقولوا ايه. دي بالنسبه لي من اهم النقط، الناس اتعلمت ايه من الموضوع ده. ما هو الغباء انك تكرر نفس الغلط مرتين. انا شايف بقى ان في العصر اللي احنا فيه والدنيا بتتحرك لقدام، طب ما هو الغباء ان انا اكرر غلط اتكرر قبل كده. وانا مم. لو قريت الكتاب ده ولقيت ان هو مثلا حصل مشكله كذا فحاولوا يحلوها بكذا، الموضوع باظ. حاجه زي تشيرنوبل مثلا، مم. انت مش هتستنى ان هو تعمل انفجار نووي تاني عشان تقول لي لا ما اصل مش عارف ايه. طب ما انت فهمت اخطاء الموضوع حصلت فيه، ما تكررهاش. مم. الحروب دي حصلت ليه؟ عشان حاجات معينه هم يعني استخدموا اسلحه عامله ازاي، التاكتكس بتاعتها كانت ازاي، او القاده نفسهم خدوا قرارات اكيد كانت فيها قرارات غلط. مم. مثلا واحد من اهم الناس في امريكا اللي هو مثلا هيبقى ابراهام لينكولن، اللي هو بتاع الحرب الاهليه. هو المعروف ان هو وقف الحرب الاهليه بين البيض والسود والعبيد والشمال والجنوب والكلام اللذيذ ده. هو نفسه ما كانش بيقول لك ان انا بعمل كده عشان الحريه. مم. الناس كلها فاكره لا هو عمل حريه بتاع، هو كان بيحافظ على البلد اهم مم. من الحريه. حته الاولويات او حته قرايه الشخصيات التاريخيه والحاجات دي مهمه جدا، تفهم الناس بتفكر ازاي. ما هو العالم كله او التاريخ كله عباره عن حلقه او سايكل بتتكرر. اللي حصل دلوقتي هيحصل كمان 100 200 سنه تاني، اللي هيحصل كمان 300 400 سنه تاني، عشان انا بشر واللي هيجي بعديا بشر واللي جاي قبليا بشر. انا معترض عن فكره التاريخ بيتغير دي. كان الدكتور احمد خالد توفيق يعني ربنا يرحمه كان بيقول لك ان التاريخ هو ما بيتغيرش، بس الانسان غباء هو اللي بيتكرر كل شويه. ما هو يبقى الاحداث بتتكرر، اهو بالظبط. يبقى انت ما تعملش نفس الحاجه تاني. انت شفت مثلا محمد علي مثلا لما عمل حاجه مثلا في النظام عنده ادت ان هو مثلا قعد يقتل كل اللي حواليه عشان يمسك هو الحكم. مم. المشكله في اللي هو عمله ده مثلا ان انت تعرف هو ان مذبحه القلعه دي طلعت متاخده بالنص من مذبحه معموله كمان في الاندلس بنفس الطريقه بنفس. بنفس لا كل بس هو ده. بقى التاني كان اصيع، التاني امم كان حرفيا مش فاكر الحاجه بالظبط، انا كنت قريتها. يعني احنا هنتكلم عنها في فتره ما، ان شاء بس الله. هو عنده قلعه، فكان عزم بقى الامراء من امم من اماكن كتير، وكان بيدخلهم، وكل ما بيدخلهم كانوا بيعمل لهم بقى موسيقى واحتفال جامد لغايه ما يدخلوا القاعه. فهو بيدخل واحد واحد، ما يدخلش واحد الا لما يخلص التتويج مثلا، ولا اسمها إيه، القافله اللي معاه دي ماشي، اللي هم زي بيحيوه يرجعوا له. الزفه او ايا بالظبط. كان فهو ده. بيدخلوه ويوقعوه في حفره، الحفره دي في الدور الارضي، يروحوا ده مسكينه دابحينه ويروحوا رامين الجثه، وهكذا. وكمل اللي وراه، ويكمل لغايه ما والموسيقى يقتلهم والصوت كلهم. شغال فما ما حدش فيش حد سامع سامع. حاجه. اه فايه يبقى فعلا الموضوع هو ما جابهاش من دماغه امم يعني. فدي كان تعقيب يعني على النقطه بتاعت ان التاريخ بيعيد نفسه. آه، هي وجهه نظر لذيذه، بس انا يعني انا هقول بقى انا بعمل بودكاست ليه.
البودكاست ده انا بسميه هو مشروع عمري. انا من وانا صغير انا بحب جدا 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 ان انا اقول معلومه، مش علشان اقول المعلومه بس، انا بحس ان عارف انت لما تقول لحد حاجه والحاجه دي بتبقى بسيطه بالنسبه لك بس هي بتفرق معاك كتير. يعني مثلا لو جيت انا قلت لك ايه ده المايك بيتركب بالطريقه الفلانيه، فانت خدت الطريقه دي ورحت انت عملت بودكاست وسجلت وعملت كذا 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 كذا، فانا بقى اشوف في البودكاست مواقف ده. كتير لكده. كان بالظبط. معانا واحد زميلنا في المدرسة، امم. كان معايا في المدرسة في إعدادي. امم. حصل موقف بيني وبينه وأنا في أولى إعدادي أو تانية إعدادي، وهو كان في خمسة ستة ابتدائي. امم. ولما دخل المدرسة وأنا في ثالثة ثانوي، امم. جه فكرني بيه، قال لي أنا فاكر إن حصل بينا كذا. أنا ما كنتش فاكر أي حاجة، امم. بس قال لي الموقف ده أنت حتى كان بخصوص الموضوع ده كان عن التاريخ. هو كنا حد واحد تالت زميلنا كان بيتكلم عن حاجة في الحرب العالمية تاني أو حاجة زي كده، فأنا قلت له كذا كذا كذا، فهو حب يخش في الحوار بس قال حاجة، فأنا يعني قلت له لا يعني بس بطريقة ناشفة شوية، أنا أسلوبي ساعات بيبقى كده يعني. فهو يعني اتضايق او حصل حاجه بتاع، رجع قرا او بص على الموضوع تاني بتاع مش عارف، جاي بعد 3 4 سنين يقول لي اه على فكره انا عملت كذا كذا وانت كان قصدك كذا. امم. بس برضو كذا موقف زي ده، حد بقى لي 3 4 سنين ما كلمتوش يقول لي اه انا فاكر انت لما قلت لي كذا انا عملت كذا. الموضوع فعلا بيبقى حلو جدا، او يعني انت، انا فاهم قصدك ايه، الحته انك تشرح لحد حاجه او تعلم حد حاجه، الحته دي يعني. بالظبط. فانا بحسها الصراحه من الحاجات اللي بتفرق معايا وبتحسسني بالفرح. يعني دي من الحاجات اللي هي عارف انت اللي هي تبقى مخنوق ومتضايق ومش عارف ايه وحد يتصل بيك يقول لك على فكره انا السي في اللي انت عملته لي مثلا عديت بيه وبقيت حاجه كويسه، ولا مش عارف المعلومه اللي انت قلتها لي في الانترفيو دي عديت بيها وبقيت بحس ايه ده، طب حاجه حاجه. انت لو سميت كلمه واحده بالنسبه لي بحس انك بيبقى ليك لازمه او ليك هدف او ليك تاثير، انت هي شايف بصمه تاثير للحاجه بس اللي مش بتعملها. فكره لازمه بس مش نفس المعنى، اه بس اللي هو حته ان هو لما يبقى انت كده ماشي مخبط ولا انت مش عارف تعمل ايه وحد يجي يقول لك اه ده ربنا يبارك بالظبط. لك الحاجه اللي انت كنت قلتها لي عملت لي كذا، بتحس. بالظبط. لما كبرت شويه لقيت ان فعلا احنا والله ما نعرف حاجه عن التاريخ، ما ما نعرفش حاجه درستوش خالص. عشان تعرف. بالظبط. واحنا عندنا معلومات مغلوطه كتير كتير قوي وصلك، وخصوصا يعني انا الاقي شخص يبقى عنده 30 سنه ومدير شركه بقى والله العظيم يعني معيد في الجامعه مم. ماشي ودارس وعامل ماجستير ودكتوراه وكذا وكذا وكذا، تيجي تساله في حاجه بسيطه في تاريخه ما يعرفش. وده مش تقليل منه، يعني احنا كلنا كده وصلك. فبقى ما عندناش النقطه دي. وغير بقى كده ان كمان بقى بقيت اشوف على السوشيال ميديا بشكل ما ان احنا بقينا عارف ان احنا بنقارن نفسنا بالغرب بس بصوره بتقلل مننا. اللي هو ايه ده بص ده عندهم سوبرمان، ده عندهم مش عارف كذا، ده بص بيعملوا كذا، ده بص التاريخ عندهم كويس ومليان حريات ومش عارف البلد عندهم مش عارف بتعمل كذا 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 كذا، ايه مش عارف ايه بتعمل كذا كذا كذا. انا ما عنديش مانع ان احنا نتعلم منهم، نتعلم كتير. يعني انا مش عنصري يعني فاهم، ومش ماسك بقى والجنس العربي ومش العلم عارف. ملوش بلد، او العلم بالظبط تتعلم من بالظبط. اللي يفيدك ايا كان هو منين ولا بيعمل ايه، ملهاش علاقه. بالظبط. بس انت لما تيجي تقارن نفسك بيهم قارن نفسك من موقع قوه، مش هقول لك موقع تساوي، موقع قوه. انت واحد عندك تاريخ رهيب انت عارفه ومش عارفه. هقول لك على حاجه بس ان اغلب الكتب اللي بتتكلم عن التاريخ العربي ماشي والاسلامي بشكل خاص خلينا بالالماني. اه اه. الصوفيه اغلب الكتب اللي بتتكلم عن الصوفيه بالتركي بالفارسي وبالالماني برضه. مم. طب يعني هم بص يعني ما اكيد يعني هم ما خلصوش تاريخهم وجايين ياخدوا من تاريخنا. هم شافوا الكلام ده، ما تشوفوا انت كمان. مش بقول لك بقى ما تقراش غير كتب تاريخ بس اعرفوا عشان لما تيجي تقارن نفسك تقارن نفسك من موقف قوه. اللي هي تحب ممكن تسميها حاجه زي الثقافه العامه، او المعلومات اللي المفروض تبقى بالظبط عندك في بالظبط كل بالظبط. مجال، لفكره انك تبقى عارف الحاجات دي. معلومات عندك انت كعربي. ثقافه عامه. بالظبط يعني. وحاجه تانية بقى تعليق على حته هم عندهم او هم بيعملوا حته البروباجندا او الاعلام او وسائل التواصل بتخليك تشوف كل حاجه في كل حته في نفس الوقت. بالظبط. وعيبها انك ما فيهاش محبس ولا فلتر هقدر اقفله. امم. انت قاعد لا ده بيعملوا ده بيسووا ده بتاع، ما هو عشان بيتحركوا، ما هو انت العميل المستهدف او انت الشخص المستهدف. انا لما اصرف كذا الزبون. بس ايه الزبون. لما اخلي حد بعيد عني 5 6000 كيلو يقتنع بحاجه انا لسه عاملها، طب ما هو يبقى انا قوي. حتى لو الموضوع ده انت مش شايفه كده، حته التكنولوجيا عموما ان كل الشركات مكانها فين، حته مش عارف والافلام. الحاجات الافلام، كل حاجه انت لو بصيت لها بالشكل ده
هتلاقي هم سابقين في كذا، هم بيعملوا كذا عشان هم عايزين ان انت تفتكر الموضوع ده. اما انت اقعد اتكلم مع الناس هناك، او شوف او اتعامل او اشتغل او شوف، الناس مش زي ما انت فاكر. الناس مش كلها زي ما انت فاكر، لا ده حياتهم عامله ازاي، وبيركبوا عربيات ازاي، ومعاهم انا فلوس ازاي، تصور وعايشين ساذج ازاي. عندي وانا صغير ان اي واحد امريكي فهو دكتور في الجامعه. كان عندي تصور اوحش من ده. انا فاكر اللي هو وقت اسمه ايه ده اللي كان اوباما، مم. باراك اوباما لما كان ماسك امريكا. مم. انا فاكر ان هو من الحاجات اللي كنت بشوفها في التلفزيون، اللي هو انا 6 7 سنين، ان هو الساتلايت هو انا قاعد لو بتكلم بصوت عالي شويه اه هيسمعني وهيشوفني، ومفروض معه. وانت صغير من كتر الاعلام والحاجات، ولو انت مثلا فوق كبير شويه في السن فانت فاهم الموضوع ده شويه، لو انت مم. نزلت شويه 12 10 15 سنه ممكن ما تبقاش فاهم كل الحاجات دي. انت مش بالظبط. فاهم حته الفرق ما بين حته يعني زي ما انت كنت صغير مش فاكر الفرق، الممثل مات في الفيلم ايه ده ازاي جه في الفيلم اللي بعده ايوه اوقات. ايوه. انت مش متخيل حاجه زي كده. يعني قصدك ان احنا عشان احنا اتربينا على كده، اتربينا في بدايه الحاجات دي ما كانت بتحصل، على عكس مثلا الجيل الاكبر مننا. انا ما بحبش اسميها ربنا وما تربيناها، مم. انا قصدي بيها اكتر حته انت بتوصل لسن معين، ايا كان السن ده بالنسبه لك، وانت عندك 12 14 16 20 ايا كان السن ده، اللي هو انت بقيت انت اللي محتاج تتحكم في الميديا او الاعلام اللي مم. داخل لك او الحاجات اللي انت بتسمعها. مم. انت بالنسبه لك هتقعد تسمع افلام او كرتون او ايا كان اللي انت هتسمعه، ولا ممكن تقرا كتب، ولا ممكن تشوف فيلم وثائقي، ولا مثلا ممكن تتفرج على افلام مش عارف ايه. انت اللي تحط لنفسك الكلام ده. مم. انت نتاج اللي انت بتقراه دلوقتي، او انت ثقافتك او علمك او حاجتك تبع اللي انت بتعمله دلوقتي. كمان 5 6 سنين هتقول ما هو اخر 5 6 سنين انت كنت بتاخد ايه او بتسمع ايه او بتعمل ايه. مم. اي حاجه في الدنيا بتيجي بالتدريج. بس انا لو خدت معلومه كل يوم او بصيت على حاجه هتفرق معايا قدام. لو انا وقفت مكاني وبقعد اسمع حاجات ترفيهيه ما عنديش مشكله، ما كلنا بنتفرج على افلام او كلنا بنعمل كذا، ما عنديش مشكله بده. بس هل كل وقتك لده؟ هل انا بقعد ببنش المسلسل كله في قعده واحده كل اسبوع بتفرج على المسلسل من الاول للاخر؟ طب هعلم نفسي امتى او هستفاد من نفسي امتى قدام او كده؟ واللي انا سمعته من الناس الكبيره حته ان هو اللي انت بتتكلم فيها برضو، اللي هو بيحس الاحساس ده قدام ابنه قدام بنته لما يسالوه طب كذا 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 ليه؟ مم. طب هو ايه ده؟ طب مش عارف ايه. شكلها مش حلو. مم. يعني انا برضو قعدت افكر في الموضوع ده، هدف ليا اللي هو برضو زي ما انت بتقول، اللي هو حته وانا لما ابقى مسؤول عن حد او اسره او كده، هل انا فعلا اقدر اشيل الموضوع ده؟ اشيله ماديا واشيله ثقافيا واشيله ان انا اعرف اتصرف مع يعني انت فاهم، انت وخلي الواحد بالك مننا. بالظبط بيبقى شايف ابوه في الاول على الاقل كام سنه ده اللي هو يعني ايه بابا يغلط. بالظبط. فاهم اللي هو انا بالنسبه لي بابا ده اقصى يعني اقصى رول مرحله من موديل، الثقافه ما القدوه فيش. بتاعي دلوقتي بالظبط وخصوصا في عارف كام كل مرحله. حاجه وسامع كل حاجه وبيعمل كل حاجه. ما هو بالظبط انا شايفه كده. فانا متخيل مثلا ايه يعني احنا جينا لو بقى اب مثلا كمان شويه، كمان كام سنه، وهو بيساله مثلا عن الحرب العالميه الثانيه فيقول له لا ده كانت معركه على بابجي مش عارف اسميها والله كل ما اتخيل الموضوع ده اللي هو انا مش متخيل، يعني انا مش قادر اتخيل الموضوع ده هيبقى عامل ازاي. سواء احنا بقى احنا دلوقتي، طب الجيل اللي جاي اللي هو هيبقى نتاج مننا احنا اللي احنا المفروض نثقفه نعمل فيه ايه؟ والنقطه دي اصلا انت حاول تتناقش مع حد صاحبك او حد في سنك في موضوع هو مش فاهمه هياخد منك وقت. مم. حاول تنزل حد اصغر شويه. انزل حد اصغر شويه. بقول لك بقى طفل حد ما عندوش حاجه خالص. مم. يعني انت لو بتتكلم انت على الكمبيوتر، انت ممكن الكمبيوتر مش فاهم، او انت بتكتب برمجه ولا لو عملت حاجه زي كده بيهنج وعبيط ومش فاهم حاجه. انت مم. بتتكلم على حد مش فاهم، لا هو ما يعرفش اصلا. انت فاهم دي مش عارف يعني ايه اصلا. مم. انت بادئ معاه من تحت الصفر، وكل حاجه انت بتعملها هيلقطها. مم. حاجه حلوه، حاجه وحشه، حاجه بقصدك، حاجه من غير قصدك، هو هيلقط منك كل حاجه. الموضوع موضوع مرعب. مسؤوليه مرعب. ومرعب جدا. ما اكيد هو مرعب جدا. مم. بس كل واحد فينا المفروض يعمل ده. وكل ما الموضوع بيتدنى انت بتشوف الموضوع، يعني الجيل دلوقتي مش وحش لان اللي ربوه ما كانوش احسن حاجه. لان يعني كل جيل، يعني انت طول ما انت ماشي كده الدنيا بتقل. لو كان مم. مثلا اللي هو من 100 سنه الراجل بيعرف يعمل 1 2 3 4 5 10 20، والست بتعرف تعمل 1 20. بعديها مثلا ب 50 سنه لا بقت 1 ل 17 1 ل 15. انزل شويه انزل شويه هتوصل لحته اللي هو يعني ايه اغسل، يعني ايه اطبخ، طب انا بطلب دليفري، يعني المهارات ايه اعمل، الاساسيه يعني ايه مش عارف ايه. طب وانا ليه اصلا ما اقرا؟ ما انا ممكن اعمل جوجل المعلومه، ادور على شات جي ايوه بي ايوه تي، اعمل بالظبط مش عارف ايه. انا ليه اتعلم انا اصلا ليه اعمل انا ليه دليفري؟ ليه اقرا تاريخ او ادخل على شات جي بي تي؟ والله يا راجل انا بقيت استغرب على على الانستجرام بيجيبوا فتاوى من على شات جي بي تي، اه بدل ما يسالوا يسالوا الشيخ، لا والناس استنى اسال الشيخ ليه؟ ادخل على شات جي بي تي يا ابني في شات جي بي تي اللي ازاي بتساوي. ازاي؟ ما هو ده بقى الواحد الجهل لدرجه ان انا مش عارف ان انا عندي جهل في النقطه دي. والفكره ان انت خلي بالك برضه في الاي اي، يعني احنا بحكم ان احنا في المجال، فالاي اي الناس اللي بره المجال شايفاه بطريقه واو ثقب ده اسود او بالظبط. علبه سوداء بتعمل كل بالظبط حاجه مش بتعمل كل عارف ايه حاجه، الدنيا مع ان هي فعليا الاي اي ما بيفكرش لغايه دلوقتي. خالص. فاهم؟
احنا خرجنا بره الموضوع. اكمل لك بقى فكره الرياء. فانا بالنسبه لي فكره البودكاست هو مشروع عمري. انا متبني النقطه دي. انا عايز ان انا يبقى دي رسالتي في الحياه، اللي انا ان ربنا يكافئني عليها او ربنا يجزيني عليها. ليه انا ما اتكلمش في التاريخ؟ بحيث ان يبقى فيه محتوى، ايا كان المحتوى ده، سواء صوتي سواء مرئي سواء مكتوب كتاب، يبقى اسمه الهويه مثلا، او اي كتاب يدرس في المدارس. الكتاب ده يبقى فيه حكايات ولو بسيطه، ولو حاجه قشور حتى من التاريخ بتاعنا، بدل ما كله بقى بره عمال بيعمل افلام وثائقيه وافلام كرتون بقى وافلام كذا عن التاريخ بتاعه. طب ليه ما نعملش بودكاست؟ ليه ما اعملش كتاب؟ ابدا باللي انا اقدر عليه. بالظبط، يعني انا ده اللي اقدر عليه. قدام مثلا ممكن حد يسمعنا يكون هو متخصص اكتر مني، او عنده شركه انتاج يعني يا رب، ولا سبونسر مثلا يروح جاي يعمل لنا ونبقى برنامج مرئي. قدام واحد ياخد الموضوع ده ويكتبه، يا سلام. ده بص يعني ده بالنسبه لي. المرحله الثانيه بقى من المشروع ده، اللي هو انا نفسي ان شاء الله قدام يعني لما اكبر وابني يقول لي، عارف انت اللي هي الاطفال لما كنا زمان، اللي هو انا اشوف مثلا سوبر مان فانا عايز ابقى سوبر مان، انا شفت شيرلوك هولمز فانا نفسي ابقى شيرلوك هولمز. نفسي ابني مثلا يقول لي لا لا لا، نفسي ابقى عبد الله بن المبارك، او نفسي ابقى الشافعي. يعني فعليا هقول لك بس الحاجه، ايه اللي بيعجبني في شيرلوك هولمز؟ ان هو بيعرف يتوقع الحاجه، ويحل وخصوصا من ويظبط اخر مسلسل اللي هو اللي كان نازل ده، فاللي هو كان عامله بنديكت كومبرباتش. بالظبط. ف على فكره الشافعي بقى كان عنده مهارات اكتر من دي، وحقيقي هو حقيقي مش مش قصه مش خياليه. قصه يعني. الشافعي كان ليه مواقف، اللي هو واحد دخل عليه فقال له ده انت ده انت من كذا، وبتسال على كذا ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، من وشه. مم. علم الفراسه. وده اشتهر فيه العالم، باخد بقى الانساب، اللي هو يقف كده يقول لك وريني ايدك، اه عينك، شعرك، اه ده انت ابن كذا ابن كذا كذا كذا، مش بيشتم بس هو بيقول له عيلته شهرة العيله عيلته كلها. لغايه ادم. وده اشتهر بيه ناس كتير، منهم كان عمر بن الخطاب، كان عالم في الانساب، يقول لك انت من هنا لغايه هنا. وعلشان كده برضو من الطرائف ان هو في الحروب بتاع لما كان بيفتح مثلا بلاد الروم والكلام ده، فالناس كانت الصحابه بتتجوز منين؟ من الاماكن اللي بيقعدوا فيها من او. الروم مثلا، مم. تمام. فيقول لك لا ما تتجوزي منهم، احنا مش عارفين اصلهم. بس انت دلوقتي هتيجي مثلا تتجوز واحد من هنا ويقول لك اه ده ابوها كان كذا كذا كذا، جدها السابع كان حرامي مثلا، ولا جدها السابع مم. كان مش شريف او كذا 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 كذا. انما انت هتعمل ايه في الروم؟ مش عارف عنهم حاجه. فتيجي مثلا تتجوزها تلاقي ودول الصحابه اللي هينقلوا العلم بعدين. فكان هي حاجه لذيذه يعني. فده كان هدفي ان انا قدام المحتوى ده يبقى موجه اكتر للاطفال، او يبقى في محتوى موازي ليه موجه اكتر للاطفال، ولو قصص، ولو حتى انيميشن، اي حاجه يبقى بيحكي عن القصص دي، بيحكي عن القصص العربيه اللي هي موجوده وبكتير، سواء قصص ادبيه، ماشي، لو هنتكلم بقى حاجات ادبيه اللي هي مش شرط تكون حقيقه، او قصص حقيقيه واصله لك. فده كان هدف من اهدافي، وده كان سبب تاخير البودكاست. ان انا كل ما بوصل لمرحله، لا انا عايز اقرا اكتر عشان اعرف معلومه اكتر، عشان يبقى عندي رؤيه موسعه بشكل ما. بس احنا رغينا في النقطة دي قوي يعني. اه. ايه النقطة اللي بعدين اللي حابب نتكلم فيها؟ احنا البودكاست المفروض هيمشي ازاي دي الحلقه صفر. امم متوقع اللي هيسمعنا يتوقع ايه في الحلقات الجايه، او هو عشان يشوف هل الموضوع مناسب ليه، هل هو امم فاهم يعني احنا مين الهدف، من مين المستمع اللي احنا عايزين يقعد معانا يسمع معانا الكلام ويتكلم معانا، ويقعد يسمعه امتى ويتكلم معانا امتى او يتكلم معانا امم ازاي. بص، هو انا شايف ان اي حد يقدر يسمع البودكاست ده طالما عنده اهتمام بالتاريخ. وزي ما انت شايف يعني، ولا انا متخصص ولا انت متخصص خالص اه. يعني احنا مجالنا بعيد عن التاريخ اصلا. ف... فاي حد يقدر ان هو يسمع، بس هيبقى عليه مسؤولية كبيرة على ملقاة على عاتقه، ان هو بعد ما يسمع الكلام اللي احنا بنقوله، وقف معاه كلمة، جمله، حاجه شخصيه، يدخل يدور عليها، يقرا، بس يقراها بس مش اكتر. يعني مش طالب منه اكتر حاجه. ربنا كرمه ولقى كتاب يقرا، واصل لك. فاي حد انا شايف ان هو كأنك يقدر. قاعد معانا، احنا قلنا معلومة ولا قلنا كلمة بالظبط. عجبتك وادخل قولها اهتميت لنا، بيها، واصل خش لك. اعرف وتعالى اه. وادخل قولها، يعني احنا مش هنقول لك بقى ايه دوس لايك واعمل كومنت ومش عارف، لا لا، بس اكتب، ادخل اكتب على الانستجرام لو في، ادخل على اكونت اي حد فينا واساله وكلمه ونتناقش. صح. ممكن يبقى انت عندك وجهة نظر مختلفة عننا وتبقى احسن. لقيت مصدر مختلف احنا ما شفناهوش نعرف نجيب منه، طب ما تبعت. انت راجل مختص وعندك معلومات كتيرة، او دارس في النقطة دي او متخصص، يا ريت تتواصل معانا، نجي لك احنا ستتواصل معانا. مم. فانا شايف ان اي حد
يقدر ان هو يسمع البودكاست ده طالما مهتم بالتاريخ او عنده فضول ان هو يعرف اكتر عن التاريخ. ما اعتقدش المتخصصين الحاجات دي هتفيدها قوي، يعني يبقى عنده علم اكتر بالعكس، المتخصص ده اللي هو يفيدنا احنا، يدينا بالظبط افكار او يعني. يقدر يدينا ماتيريال او حاجه هو شايف ان احنا بالظبط. دي هتبقى احسن في الحته دي. عشان زي ما احنا قلنا برضه في الاول، التاريخ العربي مشكلته ان هو مش موجود بكثره، او مش مم. موجود منسق، او مش او موجود للمبتدئين. لازم يعني يعني انت عشان تتعلم تاريخ لازم مثلا تكون متخصص، ماشي، دارس عربي كويس، دارس فارسي مثلا، ولا دارس الماني، عشان كمان تبقى معاك لغه مم. تقدر ان انت تدرس بيها الموضوع ده. الكتاب لو ما قرأتوش بالعربي تعرف بالظبط. تقرا باللغه التانيه. بالظبط. فده الفكره. نظام البودكاست بقى، اعتقد ان احنا نعمل حلقه في الاسبوع. اليوم هتلاقيه مكتوب تحت، يعني مكتوب تحت في الديسكربشن. ايه اللي متوقع ان هو في الحلقات احنا هنتكلم عن حكاوي. هنركز اكتر على الفتره، يعني هنركز على التاريخ من ناحيه التاريخ مش من الناحيه الدينيه اكتر، مع اننا هتلاقي شخصيات كتيره دينيه، بس ده لانهم كانوا فعلا شخصيات مؤثره في التاريخ. ايوه، التاريخ العربي لازما بشكل بالظبط. كبير جدا وخصوصا من كمان نتكلم عن ان التاريخ احنا فعليا الاسلامي. التاريخ العربي قبل الاسلام قليل قوي، الحاجات اللي جاي لنا فيه جاي لنا قليل اقل. من الحاجات الادبيه، من الاشعار والكلام ده، لان ما كانوش بيهتموا بالتسجيل التاريخ بشكل ما. ف... فده الفكره. احنا هنتكلم عن ايه؟ اول كام حلقه هتبقى ملخصه، ماشي، عشان توريك الرؤيه الكامله للتاريخ، زي ارشيف كده، او اسمها ايه، فهرس تقدر من خلاله تعرف التاريخ ده كان ماشي ازاي. بعد ما نخلص الكام حلقه الاولانيين هنبدا بقى نمسك شخصيه شخصيه ونبدا نتكلم عنها. مره مثلا ممكن نتكلم عن ابو بكر الصديق، مره ممكن نتكلم عن عبد الله بن المبارك، مره ممكن نتكلم عن الشافعي، مره ممكن نتكلم عن عيسى بن عبد السلام، مره ممكن نتكلم عن قطز، مره ممكن نتكلم عن الحجاج بن يوسف، مره ممكن نتكلم عن المختار الثقفي، الحسين، وهكذا. فهي هنمسك شخصيه شخصيه ونبدا نتكلم عنها بقى بتفصيل اكتر. مش هنحكي اللي هو ايه، ولد سنة 1875 ومات كذا 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 ولديه طفلان لا، احنا هنتكلم عن، احنا بنحكي، احنا هنتكلم كأننا هو، هنتكلم عن مواقفه، هنتكلم عن الحاجات اللي فيها، نتكلم عن المصادر اللي ممكن تقرا لها عنه، الحاجات اللي هو كان بيفضلها، الحاجات اللي كان بيعملها في يومه، صفاته الشكلية. من الحاجات اللي انا بحبها ان احنا لما بنيجي نمسك شخصية نقول شكله ازاي عشان اقدر اتخيله. مم. يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب، انت متخيله شكله ازاي؟ ضخم كبير، عضلات على اصلع. طول. اصلع، يعني من الصفات مم. اللي انا عرفتها ان سيدنا عمر بن الخطاب كان اصلع. اعصر، بيكتب بايده الشمال، ودي عجبتني جدا. ضخم، يعني عريض مم. المنكبين. فانت تتخيل بقى، انت خلاص، انت بنيت الشخصيه بناء على المواقف بتاعته، فانت تقدر تتخيله هو واقف هتبقى بيعمل فاهم كذا. الموقف، هو عمل هنا مثلا ممكن يكون استغل حاجه، او هو شكله لما الناس شافته مثلا، لو حد قال لك ان هو بالظبط. شافه وحصل حاجه فانت تفهم ليه حاجه زي كده. بالظبط. فانا مم. الصراحه بحب الحاجات دي. ده بالنسبه لنظام البودكاست يعني. وقلنا مين اللي يقدر يسمع البودكاست؟ اي حد. طالما انت عندك القدره ان انت تفتح وتسمع بودكاست فاعمل كده. آه بس زي ما احنا قلنا لك، او اللي هي فكره ان عليك مسؤوليه ان انت تقرا. مش هقول لك تراجع ورانا، بس فعلا تراجع ورانا يعني. احنا مش هنغشك، بس راجع ورانا، لان زي ما قلنا التاريخ ليه مصادر كتير وليه اكتر من وجه. واحنا مش هنبقى قاصدين لو غلطنا في حاجه ان احنا نبقى نغلط، بس هو بالظبط. اكيد وارد ان يبقى في خطا في حاجه او معلومه او اسم بالظبط. او حاجه اتقالت مش صح. هنعمل البودكاست ده فين؟ هنذيعه فين؟ هنزيرو فين؟ انا شايف ان احنا هننزله على سبوتيفاي. تقدر تسمعه على سبوتيفاي، انغامي، جوجل بودكاست ده اكيد، بوديو ممكن، البودكاست العربي، ابل بودكاست لسه هنشوف الدنيا فيها ايه، بس غالبا لا، مش هيبقى موجود على ابل بودكاست. ممكن تسمعه على يوتيوب. دي المنصات اللي هتبقى متاحة فيها. تقدر بقى تتواصل معنا ازاي؟ ف... فغالبا هيبقى موجود، سواء اكونت على الانستجرام او اي الاكونتات اللي موجوده بتاعتنا هتبقى موجوده تحت في هتبقى موجوده الديسكربشن. تقدر ان انت تتابعنا، واكونتاتنا الشخصيه هتبقى موجوده برضو، نقدر نتواصل. آم، ولو عندك شخصيات حابب ان انت تتكلم فيها بعد. اخر بقى حاجه. احنا مين؟ احنا مين؟ صح، احنا قعدنا نتكلم كل ده وما قلناش احنا مين. ها. ماشي. لو حبيت، انا اسمي كريم علام. مم. دلوقتي وقت تسجيل الحلقه انا في سنه تخرج او سنه خمسة يعني، هندسه اتصالات. ايه الحاجات اللي انت تحب تعرفها عني؟ ان انا مثلا بحب الانجليزي، بحكم ان انا حتى قبل ما اسافر وانا بحب اللغات، بس خاصه من الانجليزي حاولت اتعلم الماني فتره واسباني وهكذا. بس الانجليزي هو اللي انا شايف انا حابب اللغه بفروعها بالدنيا فيها. بحاول ازود في العربي،
اللي هو عشان ابقى معايا اللغتين 100% اقدر الحاجه عربي انجليزي انجليزي عربي، بس برضه يعني انا مقصر في الموضوع ده شويه. ايه تاني؟ بحب الالعاب. مش الالعاب التاريخيه قوي او مش الحاجات اللي مرتبطه بالموضوع ده، بس مش اساسا انا كريد. اساسا كريد اخر كام جزء وحشين، مش موضوعنا نتكلم فيها في وقت تاني. بس هو حته ايه اللي هو اغلب الوقت بحاول اللي هو ازود في البرمجه، اتعلم الانجليزي او اعلمه للناس اكتر، احاول اطور من نفسي في كذا مجال. ما بحبش ان انا احصر نفسي في حته واحده، او شايف ان هو انا عايز اتعرف ان انا بتاع الحاجه دي. لا انا حابب اللي هو ايه، حتى مع بعض لما احنا بنقعد مع بعض نيجي نتكلم في موضوع، مفيش قاعده بنقعد نتكلم في موضوع واحد، لا زي ما بتيجي مثلا النهارده حابين نتكلم في كذا هنتكلم، عارفين كذا هنتكلم. وحاجه كمان ما بحبش اللي هو حته ان انا اقول انا مش عارف الحاجه خلاص انا مش عارف واعرفها. يعني انت بتتكلم معايا في حاجه، انا لو قلت لك مش عارف انا بقول لك مش عارف، وقول لي انت تعرف ايه عشان نكمل بعض في الموضوع. انا بالنسبه لي انا عبد الرحمن الشاعر. انا حاسبات وذكاء اصطناعي. طبعا مش عايز اقول التخصص، بس انا فعليا انا يو اي يو اكس ديزاينر. بحب جدا الالوان، مش الرسم بس بحب الالوان بشكل عام. اقدر اقول عن نفسي ان انا متعدد الشغف بشكل ما. انا بحب حاجات كتير مختلفه عن بعضها. مش صاحب بالين كداب، ولكن هي فعلا انا بحب حاجات كتير في مجالات كتير. بحب الكتابه جدا، وخصوصا الكتابه اللي هي الكتابه الروائيه والكرييتيف رايتنج يعني بشكل عام. بحب اللغه العربيه جدا 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 جدا. ما بحبش اللغات بشكل عام، بس انا بحب اللغه العربيه بشكل خاص يعني. ايه تاني؟ طبعا بحب الديزاين، خصوصا اليو اي يعني. بحب المونتاج، بحب الاوديو اديتنج بشكل عام. بحب البودكاستنج. أه بحب معلومه الطبخ. عنك حلو، بحب الطبخ. بحب الطبخ قوي. ماشي. من المعلومات المهمه انا انطوائي، مش انطوائي، بس انا بحب القعده في البيت جدا جدا يعني. ما بحبش اخرج من البيت الا قليل يعني. انا عشان نيجي مكان التسجيل فده بالنسبه لي سفر. اسبوع عشان انزل. ف فبس ده كل حاجه عني يعني. بس كده. احنا دي الحلقه صفر، حبينا انها تكون، انا عارف انها طولت بس هو ده الافرج بتاع الحلقات يعني. اعمل حسابك وانت داخل كده كوبايه القهوه بتاعتك. احنا ما شربناش قهوه دلوقتي بس هنشرب يعني. ده الافرج بتاع الحلقات. اعمل حسابك وانت داخل ان انت تكون مجهز كوبايه القهوه، جلابيتك بقى كده ماشي وانت داخل. انت عربي بقى يعني، انت احنا جايين ورحرح. اعمل حسابك ان انت تكون رايق. ممكن تسمع البودكاست ده في اي وقت، ممكن تسمعه اكتر من مره لو الحاجه مش واضحه بالنسبه لك. ممكن تسال، ممكن تدور. بس المهم ان انت وانت بتسمعه ما تبقاش بتسمعه مجرد تقضيه واجب وخلاص. معلومه، معلومه ممكن تستفاد بيها في اي حاجه، حتى تستخدمها وانت بتتكلم مع عيالك قدام في المستقبل، او مع عيالك في المستقبل. مش نفس على الفكره. البودكاست بس، اي حاجه حاول تعملها يعني، حتى لو انت بتلعب، حتى لو انت بترفه، حتى لو انت بتعمل، حاول على الاقل ولو تلقط حاجه صغيره من الحاجه دي. هتفرق معاك قدام، يوم في يوم، شهر في شهر، هتلاقي انك بتلم مجموعه معلومات او عن حاجات انت ممكن ما تشوفش تستخدمها دلوقتي، بس هيجي في وقت انت هتضطر تستخدم المعلومه دي في حاجه او هتعملها ان هي تبقى عندك الاحسن. بالظبط. بس كده حبينا نكون انها الحلقه صفر دردشه اكتر في المحتوى اللي هنقدمه. ما اتكلمناش عن تاريخ خالص، ده طبيعي، ده حلقه صفر، وممكن كمان الحلقه الجايه نفس الفكره. بس كده استنونا الحلقه الجايه ودمتم سالمين.